اكيد كلنا مره في حياتنا جالنا شد عضلي مفاجئ والالم بيكون مش طبيعي، صح؟ طب تعالوا نشوف ايه اسباب الشد العضلي ده وازاي نقدر نعالجه بالطرق الطبيعيه. واحده من اهم اسباب الشد العضلي في الجسم هي نقص الفيتامينات والمعادن زي المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم. دي معادن اساسيه لراحه العضلات، ولما بتقل بتعمل شد عضلي. تاني حاجه قله شرب الميه بكميات كافيه بيسبب جفاف في العضلات، وده بيخليها تتشنج اسرع. كمان التمارين والحركه العضليه لفتره طويله بيسبب اجهاد للعضلات. كمان القعده او الوقفه بطريقه غلط لفتره طويله بيضغط على العضلات، وكل ده بيسبب الشد العضلي. طيب لو حصل لنا شد عضلي نعمل ايه؟ اول حاجه لازم نعملها وهي تمديد العضله بشكل هادي ومن غير عنف عشان يفك التشنج. تاني حاجه لازم دايما نشرب كميات كافيه من الميه عشان نحافظ على ترطيب جسمنا والعضلات. كمان مهم جدا ان احنا ناخد مكملات غذائيه زي المغنيسيوم، وناكل اطعمه غنيه بالفيتامينات والمعادن زي المكسرات والموز والسبانخ، لانها كلها بتساعد على استرخاء العضلات. واخر حاجه الكمادات الدافيه وزيت النعناع وزيت اللافندر في التدليك بيخففوا الالم وبيهدوا العضلات. ولو اتبعت الطرق الطبيعيه دي تقدر تتجنب الشد العضلي وتعيش يومك براحه. خلي العنايه بجسمك جزء من روتينك اليومي، واهتم بصحتك وخليك نشيط.